ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ في البدايه نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا، ورانا مواعين وحاجات كتير، بس اهم حاجه متنسونيش في اللايك، ويلا بينا نبدا. انا كنت لابسه كده علشان كنت بصور، فهغير هدومي وندخل على المطبخ عشان في مواعين كتير عايز تعمل. سامعين الدوشه؟ انا حابساهم في الاوضه جوه هنا علشان كنت بصور هنا. فهغير هدومي وهندخل على المطبخ بسم الله الرحمن الرحيم بداية كده، ونشوف اليوم هيمشي ازاي. شوفوا المنظر، عندي مواعين كتير وربنا يستر بقى نخلصهم النهارده ونعمل الغدا. وعندي كشري اصلا فكان بايت من امبارح، في حاجات منه خلصت، اللي هو التقليه مثلا خلصت، الدقه خلصت، فانا هعيد بقى الحاجات دي، والصلصه خلصت فهعمل صلصه تاني وهكذا. تمام، فهنعمل مع بعض باقي الحاجات الكشري والمواعين، والله اعلم بقى هقدر اعمل حاجه تانية ولا لا. في مواعين كتير زي ما انتوا شايفين كده، المنظر ده لازم اخلصه. بعد كده هعمل الصلصه والتقليه اللي هي البصل، يعني المقرمش ده الناس بتقول عليه ورد في المحلات مش عارفه. بس والدقه، لو انت متعرفيش تعملي الدقه هوريكي بقى تعملي الدقه ازاي. تمام. وامبارح كنت عامله شطه زيت كانت تحفه، حرقه بطريقه جامده جدا، اللي هي زي بتاعه الراجل اللي فيها طماطم وفيها فلفل. فبرضه هقولك الطريقه اللي انا عملتها بيها، بس ايه، نعمل مواعين دي مع بعض وبعد كده نشوف بقى احنا عملنا ايه امبارح. يلا خلصت كده المواعين وهندخل بقى على الكبير ده البوتاجاز. عايزين نغسله غسله حلوه كده، وبعد كده هعمل الاكل واوسخ تاني. يعني ده الاساسي، ده اساسي، نعمل الاكل ونوسخه تاني بعد ما نكون غسلناه. فيلا بينا، بسم الله. نعمل دي فتاش هنا عشان الحاجات دي مبحبش اعمل بست المواعين غير للضروره بس. شكرا على الغالي، شكرا. مش هطلعك النبي لو قعدت ترصيلي من هنا بكره. بصوا الفرق، متظبط. المناديل بحبها قوي بعد ما اخلص كده انشف بيها، عشان الميه والصابون وكده بيبقى عاملين من تلييطه كده مليط ليط يا حبيبي ليط. وبس كده الحمد لله خلصنا البوتاجاز انا بقيت انسى الكلمات على فكرة، يعني انا بتوه. فايه، لو كنتوا معايا كده فيس تو فيس على طول او بس مباشر كنت ايه تلحقوني بالكلمات، عشان انا خلاص في الدمار، اثر الامومة ضيعني. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الامومة، الحمد لله، انا منقولش حاجة، الحمد لله. ونبدأ بقى فقرة الدوشة. بس كده بقى هصفيها واحطها على النار، نكون كده خلصنا الصلصة. الناس اللي مش بتصفي الصلصة دول مش عارفة بيعملوها ازاي، بيقعدوا يتفتفوا اكيد ازاي الاكل بيبقى كده فيه قش بتاعت الصلصة ازاي، او طماطم ازاي عايشين ازاي بجد. شفتوا نسيت اعمل البصل، قشرتها اهو واحطها في الشباسه دي، اسهل طريقه تعملي بها اي حاجه سلايز او شيبس.
اتخضيتي؟ تعالي. لا لا معلش اتخضت. بصوا بتبقى طالعه عامله ازاي في السريع على طول. ما شاء الله طالعه جميله. اهم حاجه ما تقسميش البصلايه، لان لو قسمتيها مش بتطلع بالشكل ده، تتحشر. حشرت مني امبارح. هخلص بقى الحاجات دي اللي طلعت من البصل عقبال ما البصل يتعمل شويه، عشان بحب اسهلها على نفسي كده، ما يبقاش كوام مواعين فوق بعض وكده. فطول ما انا بعمل الاكل بخلص المواعين. بعد الاكل بقى يعني عادي بقى، بيبقى خلاص فاضل كام طبق حاجات بسيطه. طلعت اهي، سبتها في المصفى. عاده انا بطلعها على مناديل فبتبقى انا ايه طريه، فقلت انا ليه ما بطلعهاش على مصفى، فالمره دي طلعتها على مصفى. هنشوف بقى ايه هتبقى مقرمشه ولا لا. تمام. بس بقى الحله اللي انا عملت فيها البصل هنزل فيها الصلصه واعمل الصلصه هنا. هي سامعين فريده؟ تعالوا بقى نعمل الدقه عقبال ما الصلصه تتعمل. اول حاجه طلعت ليمونه من الفريزر بقالها فتره، فخلاص اهي بقت ميه. وعندي توم هاخد منه حاجه بسيطه جدا وهتشوفوا دلوقتي. استنوا اعصر الليمونه واجيلكم. خلصت عصر الليمونه وهحط بقى ايه توم، حاجه بسيطه قوي بس كده مش هكتر. وبعد كده هحط حبه كمون. ايه ده يا لهوي، دي كزبره ناشفه. طب هعالج الموقف وارجع لكم. معرفتش اعالج الموقف قوي فهحط حبه كمون ونضيع ايه الطعم. مش هكتر بقى عشان الكمون هيمرر، فمش مشكله. اخر حاجه هحط حبه ملح واحط لها حبه ميه، حاجه بسيطه جدا وكده خلاص خلصنا. بس كده حطيت لها حبه ميه. في ناس بتحط لها حبه صلصه صغيرين ويقول ده اساسي، لا انا مش شايفه اللي هي اساسي. ما كل حاجه فيها صلصه، الشطه فيها صلصه والصلصه جنبينا، فكمان دي هحط لها صلصه. مش دايما عند بتاع الكشري بيبقى محطوط لها صلصه. فكده خلاص هي كده جاهزه. نحط بقى ايه على الاكل على طول. تعالوا اقول لكم بقى عملت الشطه الزيت دي ازاي. بصي هتحطي حبه زيت في طاسه، وبعد كده اول ما يسخنوا حاجه بسيطه تنزلي عليها حبه شطه ناشفين. بعد ما تطلع ريحه حاجه بسيطه، يعني ما تعمليش الجو الناس هتشرق كده منك في الشقه وانت هتقعدي تكحي، لا حاجه بسيطه قوي. بعد كده تنزلي عليها طماطم متقطعه وفلفل اخضر متقطع، اللي هو ده الفلفل الاخضر ده اللي هو الحراق بس. وتقلبتيها قلبيها قلبتين كده. برضو قلبيها شويه على النار. وبعد كده اول ما تحسي ان الطماطم دابت شويه، حاجه بسيطه برضو ما تعملهاش كتير على النار، تحطي ايه كبشه او كبشتين من الصلصه بس، وتقلبيها تبقى هي دي. بس ايه بتبقى حراقه جدا بس طعمها خطير. بصوا التقليه بقت ناشفه ازاي. انا كل مره هعملها بالطريقه دي. بصوا سامعين الصوت؟ سامعين؟ الله، لا بقت جميله بصراحه، بقت ناشفه. انا بعد كده هعملها بالطريقه دي، مش هحطها على مناديل تاني خالص. وبس كده ننهي الفيديو بطبق كشري جامد جدا. هو بايت بس الباقي ايه صابح معمول قدامكم. بس كده متنسونيش في اللايك، ولو انتي مش مشتركه اشتركي علشان تكوني من العيله. وبس كده، سلام.